كتير بحب آية واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. بلحظات التعب ولما تحس الدنيا ضاقت والانتظار صار طويل والقلب مليان أسئلة، هاي الآية بتكون مثل النسمة الباردة على روحك، هيك مثل ضوء دافي بيطمنك إنك مو لحالك وإنه الله شايفك وبيعرف وجعك وما تركك لحظة. واصبر لحكم ربك، ما تستعجل الأحداث ولا تخاف من الطريق ولا تقلق من اللي جاي. اصبر لأنه كل شي عم يصير بحكمته وبتقديره وبعلمه اللي أوسع من فهمك. يمكن هلأ مو شايف الحكمة، بس بعد شوي، بعد يوم، بعد سنة رح تلتفت لورا وتقول سبحان الله. حتى وإن غادر الآخر فأنا لن أغادر نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولات الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة وحال وراحة بالي رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو أول مرة تشوفوا القناة تفعلي حالا زر الجرس على الكل، هتدوسي السبسكرايب اللي هو الزر الأحمر اللي هو الاشتراك واللايك، وطبعا إن شاء الله بإذن الله هيعجبك الفيديو، هتشتركي وهتنزلي تعملي تعليق قمر زيك زي كل الفراولات اللي بيدخلوا وبيندهشوا وبينبسطوا وبينضموا لعيلة ليلى فوزي. طبعا في ناس ما تعرفش انا منين. انا من مصر طبعا، محافظه بورسعيد، محافظتي حبيبتي. ف يعني اهلا بيكم في المحافظه وفي الدوله كلها بصراحه، يعني الناس اللي من بره. بصوا بقى فراولات، زي ما احنا شفنا في المقتطفات كلمه قمر قليله. الفيديو ده كلمه قمر قليله. اولا هو الفيديو ده فيه مشتريات زي ما احنا هنشوف وهنتكلم مع بعض. طبعا المشتريات دي كلها من بورتو ديكور، وهسيب لكم اللينك بتاعه اول تعليق مثبت. تاني حاجه هنتكلم على العنوان بتاع الفيديو اللي هو جبت بوكيه ورد لضرتي. دي حقيقي على فكره، وهحكي لكم القصه، بس كل حاجه لكل مقام مقال. هنبدا حاجه حاجه. اولا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي انتوا شفتوه ده كان المفرش اللي هو الاحمر، طبعا من ذوق هبه حبيبتي، ربنا يبارك فيها يا رب. طبعا حبيبتي الجميله، صاحبه بورتو ديكور، جاليري بورتو ديكور. زي ما انتوا شايفين دلوقتي احنا هنبدا ننسق الحاجه مع بعض. ده التابلو كان شكله شكل الورود، طبعا شبه البراد اللي انا اصلا عندي، يعني انا اصلا جايباه برده من بورتو ديكور. بصوا يا جماعه كل حاجه من بورتو ديكور خلاص كده. فهو ليه عليقه كده خيش، فهبدا اعلقها اهو. هبدا طبعا عندي هنا كمان مفرش تحفه قوي باللون اللي هو الاحمر ده، ذوق هبه اللي هي عارفه ذوقي، وهي جايبه لها حاجات شبه ذوقي، وهي اصلا بيرفكت ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصراحه هبه يعني ما فيش كلام بعد كده. طبعا هي صاحبتي وانا شهادتي فيها مجروحه، بس انتوا كمان عارفينها وعارفين ان هي ما شاء الله لا قوه الا بالله ذوقها عالي، وانا بحب الناس اللي ذوقها عالي جدا. بصوا انا جبت برده منها البراد القمر ده، الشكل التركي الجميل، الوان الصيف التحفه. هتتفرجوا مع بعض، نتفرج هنا يعني مع بعض وهتنبسطوا كمان. طيب نبدا كده ونقول بصوا بدايه من هو العنوان بتاع الفيديو حقيقي فعلا. انا اشتريت بوكي ورد لضرتي، والصوره المحطوطه دي كان الصوره حقيقيه، يعني الكلام ده كان سنه 2024، يعني من سنتين بالظبط. طبعا انا عارفه ان ممكن الموضوع ناس كتير يستنكروه ويستغربوه، ولكن انا ليا دماغ معينه وليا رؤى معينه وليا وجهه نظر غير كل الناس. في ناس بيفهموني، في ناس بيبقوا قريبين مني يعني بيبقوا فاهمين انا بعمل حاجه ليه، وفي ناس بيبقوا مستغربين، يعني الوعي بتاعهم مش جايب يعني. طيب هل لكل شيء سبب؟ طبعا. هل انا لما عملت ده كان ليه سبب؟ هقول لك على حاجه، كان ليه سبب الهي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ سبب الهي في ايه؟ ايه اللي يخلي موضوع زي ده؟ بص انا هقول لك على حاجه. الموضوع جه ازاي؟ جه في مره كنا في العيد الكبير، وكنت بتصل بمحمد وهو كانش عندنا طبعا، كان هناك، فبهزر معاه كلمه جت بهزار خالص. طب اجيب لكم لب وفول واجي مش عارفه ايه، كنت الكلمه بهزار خالص يعني. فقال طبعا تشرفوا وتنوروا، عايز تيجي دلوقتي تعالي. فطبعا انا كان ساعتها في بورتو سعيد، فقلت له لا خلاص خليها مره تانية. قال لي خلاص. فهو تقريبا اخذ رايها وقال لها قالوا لنا يعني نروح بكره يعني تاني يوم. تمام. فطبعا انا طبعا زياره، انا اصلا ده طبعي يعني، حتى ما كنت مع اصحابي هي حاجه كده يعني. انا بحب اهادي ببوكيهات الورد اصلا، يعني ده طبيعي يعني، واللي يعرفني قريب مني عارف الكلام ده. فطبعا رحت فعلا، والصوره دي حقيقيه يعني. ده كده كان شكلي في 2024، والبوكيه ده كان حقيقي، وانا كنت منقيه على ذوقي. كان ورده احمر والغلاف بتاعه اسود، وكان شيك جدا. فاخدته ورحته فعلا مش عارفه ايه. طيب ليه الهي؟ نرجع خطوه بقى لورا، نرجع كده خطوه لورا. بصوا يا جماعه، انا لما عملت الموضوع ده هزار، فهو تاني يوم قال لي تمام تعالي. فببص لقيت الموضوع متيسر وانا بتزق ان انا اروح.
انا بتزق ان انا اروح. انا مش عارفه افهمها لك ازاي، بس حقيقي حاجه بتزقني ان انا اروح. يعني ان انا ما لقيتش فيه اعتراض جوه روحي، يعني كروح انا بتكلم على روح مش جسد او ماده، لا مش الجسد المادي، لا الروح. انا روحي بتتزق عايزه تروح، مش عارفه ليه. انا كنت لغايه لما رحت انا بطلع على السلم مع همس بقول لها انا مش عارفه انا جايه ليه، وهمس بتقول لي انا عندي نفس الاحساس. تمام. وهمس قالت لي انا كمان في حاجه جوايا عايزه تروح، بس انا برضو ما اعرفش هي ايه. اللي انا عارفه ولا همس عارفين، خلاص كده. فانا استسلمت لرغبه روحي، يعني انا حسيت ان روحي هي اللي ماشيه، فاهمه حاجه. فخلاص رحت بقى بالبوكيه الورد. ولما رحت ببوكيه الورد ومشيت انا عرفت انا رحت ليه. انا عرفت انا كان ربنا ليه قاهرني، عامل لي حاله من القهر. ما انا كان ممكن ارفض او خلاص اعتذر بذوق وخلاص وكده، بس انا لما رحت خلاص انا عرفت انا ربنا بعتني ليه. ربما كانت دعوه واستجابت ان ربنا يخلصني مما انا فيه من احاسيس. طيب نبدا نمسك الموضوع خطوه بخطوه كده. طبعا الشيء اللي انت جاهلاه العقل اللاواعي بيكبره قوي، بيعظمه قوي، بيفخمه قوي. الشيء اللي انت لا تدركيه ولا تريه بالعين المجرده، مش مجرد مثلا صوره فيها فلتر فيها شكل فيها منظر، لا الشكل الحقيقي او المنظر الحقيقي للاشخاص اللي هم غايبين عنك. طريقه الكلام، طريقه الاسلوب، ايا كان. اوكي. وانا هحكي بمنتهى الشفافيه والصراحه انا كان احساسي ايه وانا رايحه. حرفيا انا كنت رايحه ونيتي كانت سلام تام 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 تام. تمام. ولكن اشخاص في وضع غريب برضو، ما انت فاهمه، هو وضع غريب برضو. يعني انت رايحه تشوفي مرات جوزك يعني مثلا، فاهم؟ فهو وضع غريب، بس ما تفهميش كان في حاله سلام. وليلى اللي هي اصلا، بصوا انا ليا كذا شخصيه. يعني في ليلى كده، ليلى اللي هي عامله شبه حمامه السلام اللي هي الطيبه دي، يعني دي شخصيه كده معينه، بس ما بتظهرش كتير. يعني بتظهر لما روحانيتي تعلى وابقى قريبه قوي من ربنا. فانا كنت رايحه ليلى دي، فاهمه حاجه؟ انا مسلمه امري لله ومش عارفه يعني، فاهمه؟ كنت رايحه بنيه سليمه جدا ان انا اعمل ايه ليها اسم يا ربي، اقدم السلام، فاهمه حاجه؟ اقدم السلام. طب نيجي حد هنا يقول لي تقديم السلام هو كان فيه حروب؟ طبعا انا هبقى احكيها ان شاء الله في مره تانية. فلما رحت ودخلت وقعدنا وجات وقدمت البوكيه ومش عارفه ايه، هرد هنا على حاله واحده قالت لي كلمه مش فاكره هي مين، معلش سامحيني، انا اسفه والله انا اسفه. هي فراولتي ولسه قايله لي تعليق ضريب، بس انا اسفه مش فاكره مين، معلش سامحيني. بس اللي انا هرد عليه ده انت حاجه قلتيها. بصي انا حسيت، عارفين ايه؟ ان انا رايحه ازور ابن خالتي ومراته، ابن عمي ومراته، قريبي ومراته، فاهمه حاجه؟ مع العلم ان كان في بعض الايحاءات اللي هي المفروض كانت تضايق او كده. وانا حرفيا قاعده بضحك، انا قاعده في سلام تام بتفرج. عارفين اللي بتتفرجي مثلا قاعده كده بتتفرجي على حاجه، انا قاعده بشاهد هذا اللي بيحصل يعني، وبضحك. ومش بضحك فيك، انا بضحك بجد. انا ايه ده يعني؟ انا طب انا هقول لك على حاجه، انا ما حسيتش بذره غيره واحده، رغم ان لو كان حد تاني ممكن كان ده، بس انا ذره غيره واحده. بقول لك قاعده كأن ابن عمي ومراته، انت فاهمه؟ هو ده الاحساس، وهزار وضحك وكله، فاهمه حاجه؟ ولا اي شيء. خلاص كده. عايزه اقول لك على كومنت محمد قالهولي لما احنا نزلنا، عشان تعرفي ان انا ما كنتش بمثل، ده احساسي من عند ربنا. وعايزه اقول لك حاجه، انا اول مره لا دي تاني مره انا الكلمه دي انا قلتها لعزه اختي، وحد كان قريب مني، صديقه كانت قريبه مني، بس انا قلت الكلمه دي للشخصين دول بس. قلت لهم وانا هناك تمنيت ان خلاص، يعني انا نيتي، شوفي بقى نيتي ساعتها، ان خلاص، قلت انا بجد قلت كده، خلاص هي برضو تعتبر في اول جوازها وما سبقلاش الجواز قبل كده، وخلاص هي دي حياتها. انا بجد كل ده خلاص ربنا يبارك لها ويبارك لي، فاهمه حاجه؟ يعني انا تمنيت الخير لغيري ولنفسي، ويشهد علي ربي من فوق 7 سماوات ان انا وانا هناك قلت يا رب راضيني. والكلمه دي ربنا رضاني بحاجه انا عارفاها، انا الوحيده اللي عارفاها، لان انا دعيت ربنا يومها بشيء يراضيني فيه، وربنا رضاني مش زي ما انا كنت عايزه،
قسما بمن اعز القسم ربنا رضاني في شيء اضعاف ما انا كنت اتمنى، قسما بالله. خلاص. فلما نزلت بقى الكومنت بتاع محمد عشان ابين يعني اثبت لك ان انا ما كنتش فيك، ما انا لو فيك مش هبقى فيك على نفسي، يعني انا مش هضحك على نفسي، فاهمه؟ قال لي كلمه، قال لي قال لي ليلى هو انت بتحبيني؟ قلت له اه طبعا، ايه انت بتقوله ده؟ قام سكت. ليه سكت؟ انا هفهمك حاجه، هو محمد عندي عميق، محمد عميق، محمد مش اللي هو لو في جواه مشاعر معينه مش النوع اللي هو يسرسب كده المشاعر يقولها مره واحده، ولكن انا فاهماه كويس جدا وعارفه هو سال السؤال ده ليه، لان حرفيا اللي كان يشوفني ساعتها كان يقول اما انا شخص بمثل او ان انا اللي هيشوف انا تصرفاتي وكله، او ان انا ما بحبش محمد. واصله لك الفكره؟ ولكن ده طبعا وعي قليل قوي، لان الحاصل حاجه غير كده. العطاء اللي ربنا اداهوني ساعتها وانا قدام شخص يعني فيس تو فيس، فاهمه حاجه؟ ان انا حسيت ربنا انزل عليا سكينه وهدوء، بل جعل الشيء مضحك، الشيء عادي نهائي. انا عارفه ان انتوا هتستغربوا. خلاص. لما جيت واجهت بعض الصداقات عندي، فلما حكيت لهم الموضوع طبعا كل الايجو طلع، انت ازاي تعملي؟ هم عارفين ليلى ايه، يعني هم كانوا قريبين مني وعارفين ان انا ازاي انا كاريزما قوي كده، وازاي انا انزل من نفسي واروح انا اللي اروح كده، فاهمه؟ على الرغم ان في ناس قريبين مني قالوا لي كنت خليكي يا ليلى كده، هي اللي كانت تيجي مثلا، ما علينا. طبعا كل الوعي الجمعي اللي حواليا ده كله بيفكر بالايجو، تمام؟ انا الوحيده اللي انا فاهمه، انا اللي حسيت بيه. انا لما رحت روحي هدت سنتين. يعني انا هقول لك كلمه كده بالبلدي وانت هتفهميني. انا لما رحت ونزلت انا كنت عايزه امسك نفسي، امسك جزمه كده اضرب نفسي، ان انا قعدت سنتين زعلانه. قلت يا ريتني كنت عملت الخطوه دي، وفرت على نفسي السنتين اللي انا كنت قاعده فيهم زعلانه. وصلت لك؟ طيب انا عايزه اقول لك على حاجه، انا عايزه اقول لك ان انا لما نزلنا اخدتها قلت لها تعالى نروح الملاهي كلنا، تمام؟ مع الولاد طبعا. وعايزه اقول لكم على حاجه، ليلى عندها انفه، يعني انا عندي ساعتها كان عندي ايجو ومناخير عاليه قوي، يعني في ناس هتفهمني، فاهمه؟ انا لما نزلت انا قعدت ورا، خليتها تقعد قدام، مع ان انا نزلت كان ممكن انا اللي اقعد قدام، بس انا اللي خليتها تقعد قدام وانا اللي قعدت ورا، لشيء في نفس يعقوب. بصوا يا جماعه، انا عايزه اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى جميل جدا قوي 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 قوي. طبعا هم صحابي كانوا بيتغلطوا، انت ازاي تعملي كده، انت مش عارفه انت مين، انت مش عارفه ايه. قلت لهم يا جماعه انا الشعور الداخلي اللي جوايا بكنوز الارض، ولو كنت دفعت فلوس ما كنت هعرف اوصل له. وعايزه اقول لكم ان الثبات ده والله ما حصلش من يوم وليله، ده كان بقيام ليل، وكان بصداقات بطلعها، وكان ببكا وعياط، وكان بانهيارات. ولما انا وصلت للسلام النفسي اللي انا قلت يا ريتني كنت رحت من زمان، اعلى ما فيش، الموضوع خلص. انا بقول لك انا نزلت كان المفروض مثلا محمد يكون موجود عندنا، قلت له حبيبي لو عايز تيجي يعني تاخد وقتك شويه مفيش مشكله. قام بص لي كده قال لي الكومنت ده، يعني هو شعر بشيء، هو شعر انا ما تهزتليش شعرايه، وده تقريبا وصل له ان انا ما تهزتليش شعرايه. وانا من النوع اللي بيبان عليا التمثيل، يعني لو انا بمثل انا وشي من النوع اللي بيبان عليه ان كنت انا بمثل ولا لا. ومحمد بيفهمني قوي قوي، يعني لو بمثل حاجه هيبقى وشي باين. فهو احنا كنا عارفين بعض، احنا 16 17 سنه، فاهمه حاجه؟ هو يعني عارفني قوي، مش ليلى ما بتمثلش، وبناء عليه هو حس الاحساس ده. فهو لا، هو مش كده خالص. هو ربنا كان ساعتها استجاب لدعوتي، انزل عليا الهدوء والسكينه، وانا ما شفتش حاجه تدعي للغيره ولا لاي حاجه. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. انا بالنسبه لي الامر انتهى من اللحظه دي. انا بالنسبه لي كان عندي كليلى انتهت الامر عندي، وقامت الحرب في الطرف الاخر من يوم ما انا رحت. الحرب قامت من بعد ما انا رحت الموضوع ده، يعني الموضوع ده جالي انا هداني، والطرف الاخر كان العكس. تمام. دي المساله اللي انا كنت حابه اتكلم فيها، النقطه دي، لان كان في فراولايه هنا بتقول لي، كانت قاعده تهزر وتغيظني، فانا برد عليكي في دي. هو جماعه خليكم مع ربنا، والله العظيم. بصي خليكي مع ربنا. زوجه اولى، زوجه ثانيه، زوجه 10، حياتك معايا لمبهله ربنا، خليكي مع ربنا. اسمعي بس، اسمعي
واخلصي عشان ربنا بصي هيسيبك شويه كده، مش هيحققها لك على طول. اخلصي بجد، وربنا هيضيقها عليكي قوي عشان يشوف هل انت فعلا صادقه في قربك منه ولا مجرد بس كلام. فاهمه حاجه؟ خليكم مع ربنا. طيب هنتكلم النهارده على نقطه الفراوليه هي كانت بتكلمني فيها وبتقول لي ليلى، اللي هي الزوجه الثانيه، اللي هي القصه اللي انا حكيتها المره اللي فاتت، ارجعوا لها عشان تفهموا النهارده انا بتكلم على ايه. هي كانت زوجه ثانيه والزوجه الاولى متقبله، الزوج الاول بيعدل والناس زي الفل، فهي كانت طالبه مني تقول لي ليلى يا ريت تعرفي الناس ان الزوجه الثانيه مش خطافه رجاله ولا بتاخد راجل من مراته بالعافيه. انا معاكي جدا خالص في الموضوع، مفيش راجل بيتخطف يا قلبي، لا انا بقولها لك اهو، انا نفسي كليلى بقولها لك، انا مفيش راجل بيتخطف، مفيش راجل بيعمل حاجه غصب عنه. وانتي لو صدقتي ده تبقي تبقي هبله. مفيش راجل لا بيتخطف ولا بياخد حاجه غصب عنه، هو بيشوف حاجه معينه، بيقدر حاجه معينه بطريقه معينه، وخدي بالك هم عقلانيين. اوعى تفكري ان الرجاله عاطفيين وتصدقي الكلام ده، هم عقلانيين يعني، هم بيحسبوها خلي بالك برضو بالورقه والقلم، والورقه والقلم. يعني مثلا بيقول لك الزواج التاني ده شيء معين، فاهمه دماغي، وهيضيف لي حاجه معينه وهيعمل لي حاجه معينه مش عارفه ايه. في منهم اللي كلامه بيطلع صح وفعلا تبقى الزيجه صالحه. عارفه زي ايه؟ زي حالتك انت يا زوجه تانية، اللي انتوا حققتوا الشروط انتوا الثلاثه، هو اقام العدل، الزوجه الثانيه تقبلت وبقت بتحترم الزوجه الاولى وحقوقها، ده زي الفل، والزوجه الاولى برضو متقبله، فانتوا هنا ماشي، دي تمشي معاكم الزيجه. لكن لو زوج ما عدلش وزوج كانت مقوماته ضعيفه ان يقدر يقوم بيتين، لا فاشل الزواج. ولو الزوجه الثانيه بتضر المكائد زي ما انا قلت قبل كده، والحروب والضرب من تحت الترابيزه والحاجات الطرق القذره حرفيا، وان ربنا سبحانه وتعالى لا بيرضى عنها، ومهما سبحان الله بتمشي الدنيا وبتعدي الدنيا، داين فتدان. نفس الموقف اللي حطيتي فيه الزوجة الأولى بالظلم والعدوان في بعض الأمور، هو نفس الموقف بنفس السيناريو هينعاد تاني، بشرط ممكن نركز، بشرط يا زوجة يا أولى ممكن حقك يجيلك بالملي، نفس الموقف اللي حطيتهولك، نفس الكذب اللي كذبته، نفس العداء اللي عملته، نفس الحاجات الفيك اللي اتعملت، كل شيء، بس بشرط يا زوجة أولى لا ترد الإساءة بإساءة وتلتزم الصمت وتقولي ربي إني مغلوب فانتصر. حتى تعملي الثلاث حاجات دول، إذا هنيئا لك، ربنا بيكر عينك سواء انت عرفتي او ما عرفتيش، مش مشكلتك، مالكيش دعوه، هم مشكلتهم مع ربنا ايا كان، فاهمه؟ بتسلمي امرك لله وبتعملي كل ده خطوه بخطوه، قسما بمن اعز القسم ان الحق بيرد. ده انت جسمك يقشعر لما تبصي نفس الموقف بيتعاد بالحرف، ولكن مش عليكي المره دي، لا ده في صالحك انت. وصلتك؟ فسبحان الله الأيام دول، فاهمة دماغي؟ فالأيام دول، واللي ظلم ما يفكرش ان الدنيا كده هتعدي بالساهل هباء منصورا. نرجع بس اللي هي اللي بتقول لك ان مفيش راجل بيتخطف. طبعا مفيش راجل بيتخطف، مفيش راجل كان نايم ننا اهو فصحى لقى نفسه متجوز جوازه تانية بيعملها بمنتهى التركيز والعقل، وبيبقى حاسبها وبيبقى شايف وبيبقى متعمد ان الزوجه الاولى ما تعرفش عشان ما يهدش البيت، لان الزوجه الاولى غاليه عنده، واللي بيعرف زوجته الاولى برضه بتبقى غاليه عنده، مش عايز يخسرها، عارف ان هي مجنونه مطرقعه لو عرفت هتهد البيت، فبيحاول يكسبها بشتى الطرق. طيب اللي بيحصل بعض الامور في الزواج ده، على فكره عايزه اقول لك ان الزواج الثاني بيكون سبب قوي جدا ان علاقه، بصي بقى معلش هي صدمه شويه لاي حد، ان علاقه الزوج بالزوجه الاولى بتتصلح 100%، حرفيا. في بعض الحالات لو الزوجه الثانيه ما انصفتش، الزوج بيعرف قيمه الزوجه الاولى خلاص، يعني بيشهد، وفي ناس بتندم ان هي اقدمت على الفكره دي. لكن اللي بيعمل زيكم انتوا الثلاثه اللي هم هو بيعدل، هي كويسه انت كويسه، لا انتوا قصه تانية، فاهمه دماغي؟ ودي قصه نادره يعني، فاهمه دماغي؟ لكن اللي بتخش الزيجه وبتكون مفكره ان هي تاخد الزوج من الزوجه الاول من الاولاد، انت حره بقى، هي قصتك انت حره ومش هتعدي منها غير بالقبول، والموضوع ليكي مش رفض ولا اي حاجه والكلام ده. لكن انت قلتي لي وفي بعض الحالات مثلا بتكون ان الزواج الثاني يخليك يعرف يكمل مع الزوجه الاولى. انا اشك في الكلام ده، لان ومحدش يزعل مني، انا ما بثقش في كلام الرجال اللي هو يقولك انا والله لولاك انت في حياتي انا كنتش كملت معاها. لا بجد
يا راجل انا ما بثقش في الكلام ده، وانا ما بثقش في الكلام ده. اللي يجي يقول لك انا اعيش، انت اللي خليتيني اعيش معاه، لا بجد لا روح طلقها. انت لو جدع قولي له لا، انا اللي بقول لك اهو، قولي له روح طلقها، وهتلاقيه مش هيطلقها. يا حبيبتي البحر يحب الزياده، انت فاهمه دماغي؟ ايه المشكله لما انت جميله ورقيقه وحلوه وكيوت وفيكي كل الصفات والكلام ده؟ وخدي بالك انت مفكره ان هو لما يجي يقول لك انا بحبك ويروح يقول لها انا بحبك، ويجي يقول لك انت الوحيده اللي في حياتي، يجي يروح يقول لها انت الوحيده اللي في حياتي، ان هو كده كذاب؟ لا، ده اسمه اسمه ذكاء عاطفي. لانه وخلي بالك ده مش كذب، ده كذب مباح، اللي هو يجي يلطف الدنيا. حتى انا كنت دايما بقول لمحمد، بقول له الزوج ده محتاج قدرات، الزوج اللي هو معاه كذا زوجه ده محتاج قدرات، لازم يكون سوري في الكلمه منافق شويه، يعني يعرف يكون لابق، يعرف يقول يا اللي ما حصلتيش، لازم يكون بيعرف يضحك هنا ويضحك هنا، يقول كلمه لطيفه هنا ويقول كلمه لطيفه هنا، يؤدي الامور الماديه هنا وهنا. يبقى مش عارفه افهمها لك ازاي، مش من النوع اللي بيتعصب بسهوله. انا لا بصوا بنات، الزوج اللي يعدي ده ليه صفات معينه، يكون حد لذيذ وفرفوش كده، عارفه اللي هو ايه، صدره رحب. بصوا بنات، انا تعالوا كده نرجع كده بالورا. هو معلش الولد الشاب اللي هو عنده علاقات كتير، الولد الشاب اللي عنده علاقات كتير ليه بينجح؟ ليه بينجح؟ انا مش دعوه، هو طبعا حرام، بس ليه بينجح؟ الواد ده بيبقى ليه لسان كده معسول يا حبيبتي، عارف يقنعك ويقنع غيرك ويقنع غيرك ويقنع واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، انت فاهمه؟ هو كده يا قلبي، هم كده. الرجال عقلانيين اكتر من عاطفيين. فانا رايي اذا كنت انت راجل عصبي، راجل خلقك ضيق، راجل غضط ممكن تغير مودك، مش هتنفع يا قلبي تخش في علاقه تشيل ذنب زوجتين. تمام؟ علشان كده اللي يفتكر كلامي، فاكرين لما كنت اقول لكم وماذا بعد التعدد؟ هو ده اللي يهمني يا باشا، ما يهمناش ان انت خالص ان انت عدت يا عم براحتك، يا رب تجيب الثالثه والرابعه، والله العظيم. يعني انا بضحككم من المفارقات، كنت بقول لمحمد يلا محمد بقى ربنا يكرمك بقى وتجيب لنا الزوجه الثالثه بقى، كان يقعد يضحك يقول انت عايز تخلصي مني؟ قلت له لا والله الله يعينك لو تقدر تعمل. قال لي يعني انت بتزعليش؟ قلت له قسما بالله لا، انا خدت درسك خلاص، اصلها مش في وشي انا بقى، يعني انا هي مش في وشي خلاص، انا سلام عليكم يا جماعه، انا تمام، انا زي الفل. انا مش قصير ازعل، انا طويل وهبل. لا بجد والله، يعني فاهمين والله يا جماعه، هو اختبار عظيم والله العظيم. الناس بيفكرونه كده هباء كده، لا ده اختبار فظيع رهيب. ويا ريت بقى نخرج بقى من الطاقه دي. انا عايزاكم بقى اسئله تحت عامله ازاي؟ ليلى ازاي انمي نفسي؟ ليلى ازاي اكون بيزنس وومن؟ ليلى ازاي اعمل البراند بتاعي؟ ليلى ازاي اكون ناجحه؟ انا عايزه اخش بقى في الدايره دي. انا كل ما اخش على الفيسبوك كل البوستات رجاله وحزيني واللي مخطوبه. ايه يا جماعه ادينا قدر كبير قوي بقى، في حاجات تانية بقى نركز عليها، الله يستركم. فكده بقى خلاص كده. فأتمنى تكونوا مبسوطين. مستنية تحت في التعليقات. بحبكم جدا والله العظيم، واشوفكم على خير يا احلى فراولات في حياتي. بقية التنظيف والحاجات الجامدة دي جامدة جمودة الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.